على مر السنين المصارعه ما كانتش بس مجرد مصارعه فرديه كده وخلاص، لا بالعكس، اوقات كتيره جدا العصابات او الفرق بيكونوا هم الجزء الاساسي من الشركه، هم اللي بيشيلوا الاتحاد على كتافهم وبيغيروا شكل المصارعه كلها، لان اصلا فكره انك مش لوحدك دي اساسا ليله كبيره لوحدها وبتعمل تهديد كبير جدا، خاصه لو انت بتتكلم على عصابه كامله. وقتها خلاص انت بتشوف الهيمنه والقوه في اوضح صوره ليهم. العصابات كانت دايما بصراحه سبب في ولاده اساطير كتير جدا وانقلابات وخيانات وليله كبيره قوي، وعلى مر سنين طويله جدا شفنا فعلا فرق قدرت تعمل كده. فالنهارده ومن الاخر هكلمك عن اعظم 10 فرق وعصابات في تاريخ المصارعه، هكلمك عن التاج تيمز او الفرق الثنائيه وعن الفاكشنز او العصابات، هدلعك من الاخر. بس اكيد قبل ما ابدا لازم اشكركم بجد على دعمكم الكبير جدا ده، مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس بجد تعليقاتكم دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا فوق ما تتخيل، بجد شكرا لكم. وبس ويلا بينا بقى على اجمد 10 فرق وعصابات في تاريخ المصارعه. ملحوظة مهمة جدا بقى قبل ما ابدا، القائمة دي مش مبنية على نوع الفريق سواء تكتيم او عصابة، لكن مبنية على التأثير التاريخي اللي سابه او اللي عمله الفريق او العصابة ايا كانت. علشان كده عادي جدا تلاقي فريق تكتيم متفوق على العصابة او العكس، ده عادي جدا، وفي الاخر كل حاجة هتتقال من وجهة نظري انا. فاتمنى تكون الرسالة وصلت وبس، ويلا بقى كده على المركز العاشر. في المركز العاشر ذا رود ووريرز. اول حاجه تلفت نظرك فيهم بصراحه وهي الشكل. انت متخيل ان في الثمانينات في حد بيظهر بالشكل ده؟ يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، الشكل فعلا كان غريب كده ومش موجود كتير. لو انت صعب تلاقي حد بالشكل ده بالدرع الحديد ده اللي فيه مسامير، حاجات مرعبه. وبامانه الجمهور كله كان بيحبهم تقريبا، الاثنين فعلا كانوا جامدين جدا جدا وبيقدموا كل حاجه الجمهور كان عايزها وقتها. ممكن حد يقول لي طب طريقه لعبهم عامله ازاي؟ هقول لك كانت غشيمه شويه، يعني كانت ناشفه شويه، كان مبني من الاخر على القوه والسرعه والعنف. بس دايما ماتشاتهم ما فيهاش هزار، انت بتشوف اتنين جايين يخلصوا، لو انا مش جاي اتكلم ولا جاي، لا انا جاي اخلص الماتش دلوقتي. فريق مختلف تماما عن اي حاجه ممكن تشوفها. وبصراحه برضه هو ما كانش مجرد فريق لعب في الدبليو اف وخلاص، هو لعب في كذا اتحاد تاني، ان دبليو اي، دبليو سي دبليو، اي شركه هتلاقيهم راحوها عادي عادي جدا. وصدقني الموضوع مش بطولته بس، لان هم كان عندهم حب فعلا عند الجماهير، الجمهور كله كان بيحبهم تقريبا زي ما قلت لك، الناس كانت بتحبهم رغم ان شكلهم مرعب، بس انا بحبه. والاهم ان هم اثروا في اجيال كامله تقريبا، انت بتتكلم ان هم خلاص في اجيال كبيره جدا بتحاول تقلدهم بس مش عارفين. فبكل بساطه تقدر تقول ان هم الاصل والباقي تقليد، لان هم اساسا عندهم تاريخ في رفع الاثقال، اتنين فعلا اقوياء، مش بنتكلم على اتنين معديين، بنتكلم فعلا في اتنين اقوياء جدا. هم فعلا كانوا ظاهره في اواخر الثمانينات واول التسعينات، فريق جامد جدا بصراحه. وانا عن نفسي كنت اسمع عنه لكن ما شفتوش طبعا وقتها، ما كنتش اتولدت لسه، لكن شفت حاجات كتيره جدا ليهم بصراحه تخليني اقول لك انه فعلا فريق جامد جدا. فبس كده ويلا بقى على المركز التاسع. طبعا لو بصينا على ناحيه الانجازات، الاسس تقريبا عملوا كل حاجه تتعمل، يعني ما خلاص بقى نعمل ايه تاني؟ حطموا ارقام قياسيه بالهبل في التاج تيمز حرفيا. احنا بنتكلم فعلا في فريق عمل حاجات كتيره جدا على مر سنين طويله، لانه يعتبر فعليا اكبر فريق من ناحيه الفتره الزمنيه. مفيش فريق قعد زي الاسس، احنا بنتكلم في تقريبا في 14 15 سنه، فمفيش فريق قعد المده دي كلها، مفيش. اخدوا القاب كتيره جدا بس مش ده الانجاز اللي بيتسمى باسمهم بصراحه. الحاجه القياسيه اللي هم عملوها فعلا هي فتره احتفاظهم بالقاب الفرق، اطول فريق احتفظ بالقاب الفرق فعليا. واحد هيجي يقول لي بس نيو داي اخدوا اكبر القاب في تاريخ الشركه، هم اخدوا اكتر عدد القاب. هقول لك ماليش دعوه بالكلام ده، النيو داي ايوه عملوا انجازات كتيره جدا بس بالنسبه لي ما ينفعش يخشوا القائمه دي اساسا بالنسبه لي انا. نرجع بقى للاسس واللي كانت بدايتهم بدايه غريبه جدا، لان البدايه بتاعتهم كانت بالشكل الملون ده والماسكات اللي حاطين على وشهم، وما كنتش اصلا تعرف مين جاي ومين جيمي اساسا. بس بعدها الفريق اتطور بصراحه وبقى اكثر جديه من الاول، وبقى فيه حاجات كده كويسه بتحصل، ووصلوا فعلا لمرحله حلوه جدا في الثبات على الاداء والثبات على كل حاجه، اللي هم الاسس من 10 سنين زي الاسس دلوقتي مفيش اي فرق تقريبا. وحتى لما دخلوا في البلود لاين برضه نفس الحوار، الاسس زي ما هم. وبصراحه وبامانه انا بحب الاثنين مع بعض، لكن تفرقهم وتقول لي جاي لوحده جيمي لوحده مش هحسها قوي بامانه. هتحس ان لا، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين اخوات، الاثنين توأم، هم راكبين مع بعض، وده اللي بيميز الفريق ده عن اي فريق تاني، لان الاثنين فعلا اخوات، الاثنين فعلا زي بعض بالظبط. فريق عنده اداء جامد جدا على الحلبه وعنده انجازات بالهبل، فانت جامع بين الاثنين، وده اللي يخليني بامانه احطه في القائمه دي. فبس ويلا بقى كده على المركز الثامن.
لما نيجي نتكلم عن البلود لاين اول حاجه لازم نتكلم عنها وهي رومان رينز القائد بتاعها، الترايبل تشيف، الراجل اللي قدر يحول نفسه من مصارع عادي جدا في عيون الجمهور لواحد من اعظم الشخصيات. واكيد انا اقصد هنا شخصيه الترايبل تشيف مش اي شخصيه تانية، لان الشخصيه دي كان عندها الكاريزما والقوه والتحكم في كل حاجه بتحصل. كل ده خلاه فعلا يكون هو المصدر الاساسي للبلود لاين من جوه. طب ده رومان رينز، نيجي بقى لمين؟ للأوسوس، التوأم اللي طول عمرهم معروفين انهم كفريق تاك تيمز جامدين جدا. دلوقتي هم في عصابه بقى، خلاص على زمن التاك تيمز جانا في عصابه، بقى ليهم دور اكبر بكتير، بقى ليهم حكايه وصراعات وعواطف وكل حاجه بتحصل قدامك انت فاهمها من جواك. انت مهتم ومستني تعرف ايه اللي ممكن يحصل وازاي ممكن هم يسكتوا على الاهانه اللي بيتهانوها. واكيد ما ننساش بول هيمن اللي كان فعلا العقل المدبر للفريق كله، لسان الفريق اللي بيتكلم باسمهم وبيعمل كل حاجه بالنيابه عنهم. وجوده مع البلود لاين ما كانش مجرد كماله عدد، بالعكس الراجل ده كان هو اساسا اللي محمسك للفريق في بدايته قبل حتى انضمام الاوسوس واي حاجه. انت اصلا تحمست كده اول ما لقيت بول هيمن مع رومان رينز، خلاص انا كده اشتريت. وبعدها جالك سامي زين اللي بالنسبه لي انا بصراحه شقلب الفريق 180 درجه في فتره معينه. وكان عندك برضه سولو سكوا لو انت مهتم بيه يعني. بس هتقول لي ليه البلود لاين من اعظم الفرق؟ خليني اقول لك كده، اولا لان هم سيطروا على الدبليو دبليو لسنين. من الاخر كده انت عندك فريق قاعد اكتر من 4 سنين هيمنه حرفيا، ما فيش عرض ما فيهوش البلود لاين، لازم تلاقي على الاقل يعني سامي زين، الاوسوس، اي حاجه. ولما فيش حد منهم هتحس ان اصلا العرض ده ناقص حاجه كده. وده يرجع بقى لسبب معين، وهي ان الشركه طبعا حاطت كل الالقاب وكل الحاجات المهمه في ايد البلود لاين، هم دلوقتي اهم حاجه. وتاني حاجه بقى بتخلي الفريق ده مميز، وهي انه عيله، هو عيله بالدم، هو البلود لاين مش مجرد مثلا كم واحد اتحد مع كم واحد عملوا لك عصابه، لا الموضوع هنا مختلف. وده اللي كان مخلي اي حاجه بتحصل بالنسبه لنا حاجه مهمه، اللي هو مثلا واحد بيلمح انه يغدر بالتاني، هو مش هيغدر بواحد صاحبه، هيغدر بواحد من عيلته. عندك شويه حاجات بامانه فعلا كانت كويسه، حكايه قعدت لك اكتر من 4 سنين وفي نفس الوقت ما كانتش ممله غير بس اخر فتره بسبب غياب رومان رينز المتكرر جدا جدا. وبالنسبه لي البلود لاين من احسن الحاجات اللي حصلت اخر 10 سنين، خلت لك فعلا نجوم كانوا مركونين على الرف لناس جامده جدا. يعني مثلا رومان رينز كان موجود قبل كده عادي جدا، بس ما كانش عليه الاهتمام الكبير زي مثلا فترته في البلود لاين بامانه. وخد عندك سامي زين والاوسوس وكله، كل ده نفس الكلام يمشي عليه. الفريق ده فعليا اضاف لكل اعضائه، ما تقوليش لا، لا اضاف لكل واحد، لو واحد معدي كده اضاف له عادي. فبالنسبه لي البلود لاين من اعظم الفرق وبس. ويلا بقى كده على المركز السابع. الهارت فاونديشن واحده من اكتر الفرق اللي سابت بصمه كبيره جدا في عالم التاك تيمز عموما. الفريق في الاول كان تاك تيم عادي جدا، ثنائي بين بريت هارت وجيم نيد هارت. بريت هارت كان عنده المهاره التقنيه اللي مفيش زيها، الراجل ده معلم واحد من اعظم التكنيكال زي معلم اذا ما كانش هو الاعظم، قنبله جوه الحلبه، راجل بجد بيعرف يلعب مصارعه. وجيم نيد هارت كان عنده القوه والستايل الجامد جدا اللي هو طبعا ناقص شويه عند بريت هارت. الاثنين كانوا بيكملوا بعض بطريقه مرعبه. والتاك تيم اللي انا بقول لك عليه ده كان في الثمانينات واوائل التسعينات، كان جزء اساسي فعلا من ثوره التاك تيمز وقتها. بجد الفريق ده كان في حته تانية خالص، والفريق ده هو اللي ساعد بريت هارت انه يكون نجم فردي ممتاز. دايما الفريق كان بيقدم لك ماتشات ولا حدث ولا حرج. عملوا لك ماتشات جامده جدا زي ماتشاتهم مثلا مع الديميليشن اللي كان فريق فعلا ممتاز جدا برضه، وفريق طبعا البريتش بولدوجز. وضيف على كل ده ان الهارت فاونديشن ارتبط ارتباط تام كده بعائله الهارت، العيله اللي تاريخها مليان مصارعه. والكلام ده كله امتى؟ في اواخر التسعينات سنه 97 لما التكتيم الثنائي اللي انا بكلمك عليه ده اتحول لعصابه، اتحول لفاكشن، توسع جامد جدا وبقت عيله بريت هارت نفسها جوه الفريق. هنا الفريق اتنقل لحته تانية خالص وكان ممتع جدا جدا بجد، وحبيت فعلا عداوتهم مع الديكس بجد كانت ممتازه. لكن للاسف وقتها ما طولش، هم كام شهر بس وبعدها اصلا بريت هارت مشي، وبعدها بكام سنه اون هارت مات، وكمان اعضاء فريق اساسا خلاص يعني الموضوع انتهى. فالهارت فاونديشن مش بس فريق ناجح، هو فريق ناجح في الحاجتين، انت متخيل؟ ناجح كتكتيم وناجح كعصابه، يعني حاجه مفيش اكتر من كده. وبكل التاكيد الفريق ده هو اللي ساهم في بناء كده سمعه التكتيمز النظيفه، التكتيمز كده بص اللي هي معموله بص بروقان، اللي هم مش جايين يعملوا حركتين وخلاص، دول بجد لعيبه مصارعه. ورغم ان زي ما قلت لك العصابه بعد ما اتجمعت كده ما طولتش، لكن رغم كل ده سابوا لك تاريخ مش هيتنسي. فالهارت فاونديشن بصراحه كانت لازم تكون موجوده معانا بلا نقاش. فبس كده ويلا بقى على المركز السادس. الدادلي بويز واحده من انجح واخطر فرق التاك تيم اللي شافتها المصارعه كلها. من الاخر كده بص ببدا لك الكلام بالجمله دي، اسلوبهم عنيف جدا مايل اكتر لناحيه الهارد كور، وده اللي ميزهم عن اي فريق تاني وقتها. الفريق بدالك في الاي سي دبليو ده كفيل اصلا يعرفك يعني ايه اساسا عنف مبدئيا كده. وفي الاي سي دبليو عملوا لك اسمهم الكبير، لان مفيش اي تحدي لاي فريق في الدنيا ولا اي مصارع غير الاي سي دبليو، مفيش اعنف من كده، اللي هو انت لو اديت في الاي سي دبليو هتادي في اي حته على كوكب الارض. وبعدها نقلوا لك النجاح الكبير جدا بتاعهم
ده في الدبليو دبليو اي وفي التين اي وفي كل حته بصراحه. ومن الانجازات الكبيره جدا اللي عملوها ان هم اخذوا القاب الفرقه تقريبا في اي اتحاد راحوه تقريبا. اللي هو مفيش كده يا ابني، ما تهدوا يا ابني، وفي ايه يا ابني؟ الستايل بتاعهم كان ممتع جدا جدا، وعن نفسي كنت بستمتع بيه قوي، لان كل واحد فيهم متميز بحاجه. واحد بيعرف يتكلم اكتر على المايك وعنده الكاريزما لده، وواحد تاني عنده القوه والمهاره وكل حاجه، فتحط الاتنين مع بعض يطلع لك ميكس اسطوري. وغير كل ده لعبوا لك كميه ماتشات يا اخي والله العظيم متعه بجد. كفايه ماتشاتهم اللي كانت من نوع التي ال سي يا جدع، ده هم اصلا كده هم والهاردي بويز اللي بدأوا لك حقبه التي ال سي، حاجه بجد جامده. الماتشات دي لغايه دلوقتي مفيش اي حد عارف يعمل زيها بامانه. فريق فعلا تستمتع وانت بتشوفه. الفريق ده بجد كان مركز لك على حاجتين، الانجازات والمتعه. الاتنين عملوا انجازات كتيره جدا وقدموا لك ماتشات ممتعه جدا. فانا كواحد بيتفرج على المصارعه وبيحب التاك تيمز، انا خلاص اشتريت، انا خلاص هشتري ايه تاني؟ انا خلاص اشتريت، خلاص انا اكتفيت بكده. فكل الحاجات اللي انا ذكرتها لك دي خلت الفريق ده يدخل للتاريخ من اوسع ابوابه. وخليني اقول لك ان ده مش رايي انا لوحدي ومش كلامي انا لوحدي، ده راي معظم الناس اللي بتحب التاك تيمز بامانه. فكان فريق اسطوري بمعنى الكلمه وبس. ويلا بقى كده على المركز الخامس. الهاردي بويز مش مجرد فريق تاك تيم عادي جدا كده، هو رمز الجيل كامل. لان مات وجيف هاردي قدروا ان هم يسيبوا بصمتهم في وقت كان مليان فرق جامده جدا زي ما قلت لك، يعني زي الدادي بويز مثلا او ايدج وكريستيان اللي برضه يعتبر فريق جامد جدا، بس انا ما حطيتوش لان هو شبه شويه كده الهاردي بويز والدادي بويز والدنيا دي كلها. فقلنا ننوع يعني. اللي يميز بقى الهاردي بويز عن اي فريق تاني جه في نفس الوقت بتاعهم، لان انا زي ما قلت لك هم جم في وقت مليان فرق. اللي ميزهم فعلا هو اسلوبهم المختلف جدا، واسلوبهم في لعب الماتشات اللي هو يخرب بيتكم انتوا بتعملوا ايه. اسلوبهم مليان مخاطره بطريقه مرعبه، بيعملوا لك حركات انت اصلا مستحيل تصدق انها ممكن تحصل. بينطوا لك من اي حته عادي، لو انت عايز اي حته كده هم ينطوا لك منها عادي جدا. وده بكل تاكيد اللي ميزهم عن اي فريق تاني موجود في المصارعه عامه وقتها. مش معتمدين على القوه الجسديه او شكل الجسم عامه، عكس مثلا اول فريق كلمتك عنه اللي هو ذا رود ووريرز، ده عكسه تماما. الهاردي بويز اعتمدوا لك على الشجاعه في اداء الماتشات. انت بص هو بيعمل لك الحركه وعارف ان ممكن ينزل يتكسر وبيعملها عادي. هو عارف ان هو مش سوبر مان، بس هو بيقدم لك الحركه على ان هو سوبر مان عادي جدا. كل مباراه بتتلعب بيعملوا لك فيها اداء جامد جدا وحركات جديده، بيعملوا لك اقصى حاجه توصلت اليها المصارعه. انا بص ده اللي عندي، خده بقى خلاص. واكيد محدش يقدر ينسى ماتشاتهم مع الدادلي بويز. يا سلام بص تدخل قلبي كده. تخيل الدادلي بويز اللي انا اصلا لسه مادح فيهم وكاتب قصيده شعر، تخيل بقى كده لو لعب ضد الهاردي بويز، يا سلام. والحلو ان ده مش كلامه بس، انا مش بقول لك ان الفريقين جامدين وخلاص وهيلعبوا مع بعض كده وخلاص، لا هم فعلا لعبوا مع بعض وفعلا عملوا ماتشات تاريخيه. يعني ده مش توقع، انا بقول لك اللي حصل. الفريقين دول عملوا نقله نوعيه في التاك تيمز عامه، وده في الوقت اللي طبعا كان اهم حاجه فيه هو المصارع الفردي اللي بيمسك طبعا لقب الشركه. في كل زمن هتلاقي الهاردي بويز بيرجعوا بيلعبوا ماتشات، ده لغايه دلوقتي اعتقد او لغايه من كام سنه كانوا بيلعبوا عادي جدا مفيش اي حاجه. فبكل تاكيد الهاردي بويز من اجمد الفرق اللي انت ممكن تشوفها، زي ما كانش هو الاجمد اساسا. تاك تيم عارف انت عايز ايه وبيعمل لك اللي انت عايزه كده وبص وبيزود لك عليه حته. خد ودي مني ليك يا عم. فريق بجد مستحيل يتكرر تاني بنفس الجو اللي كان عامل الهاردي بويز. وعارف ان اكيد ممكن ناس تختلف معايا، بس عادي ده رايك انت وده رايي انا. هم من اعظم الفرق كده كده، وبالنسبه لي هم اعظم تاك تيم جه في تاريخ المصارعه بالنسبه لي انا. هتقول ازاي يعني ورقم 6؟ هقول لك تاك تيم مش عصابه. يعني دول بالنسبه لي احسن ثنائي من ناحيه حاجات كتيره جدا، وده ممكن تختلف معايا فيه بس قلت لك براحتك، يعني ده رايي انا. فانت هنا ادركت ان كل الفرق اللي جايه هم عصابات مش تاك تيمز، فدي حاجه بديهيه وبس. ويلا بقى كده على المركز الرابع. الايفولوشن فعلا عصابه مختلفه، لان فكرتها اصلا كانت فكره عبقريه. انك تجمع 4 اجيال مختلفه في فريق واحد، دي حاجه بجد كانت وقتها حاجه جديده انا مش شفتهاش قبل كده. كل واحد فيهم كان بيمثل حاجه مهمه جدا. يعني مثلا ريك فلير الماضي، الاسطوره اللي جايه لك كده من زمن وعندها خبره كبيره جدا. تريبل اتش الحاضر، البطل اللي ماسك الشركه وماسك كل القاب الشركه وبص خاربها. راندي اورتن المستقبل، الشاب الموهوب اللي عنده بص موهبه جامده جدا وهياخد فرص بالهبل الفتره الجايه. اما باتيستا بقى هو القوه الغاشمه، القوه اللي محدش هيقدر ينافسها. زي ما قلت لك الفكره نفسها كانت عبقريه جدا، لانها ورت للعالم كله ان الدبليو دبليو بتعرف تبني النجوم الصغار بالنجوم الكبار. لان بكل بساطه من غير الايفولوشن ما كناش هنشوف راندي اورتن اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ولا حتى كنا هنشوف باتيستا والتحول اللي اتحول له. ايفولوشن سيطروا على كل حاجه في عرض الرو بجد، كانوا بص مفيش اي حد غيرهم، واخدين كل البطولات وكل الانجازات ومحدش يقدر يقول لهم بم. العصابه فعليا كانت تجسيد للهيمنه، ولحظه تفكك الايفولوشن كانت واحده من
اجمد اللحظات، سواء مع راندي اورتن اللي قدر ياخد لقب العالم الوزن التقيل ويكسر الدنيا، او حتى مع باتيستا اللي برضه عمل نفس الشيء. فمن الاخر ايفولوشن من اعظم العصابات اللي انت ممكن تشوفها، وده مش بس ان هم كانوا جامدين على الحلبة او كانوا عاملين جو كده، هقول لك لا، لان تاثيرهم كان عملاق جدا جدا على المصارعه. لان زي ما قلت لك طلعت لك باتيستا اللي كان شايل الشركه برضه في فتره معينه، وطلعت لك راندي اورتن اللي بص كلنا بنحلف ان هو اسطوره من الاخر. فالايفولوشن بجد كتاثير اثر فعلا في المصارعه بلا منازع، وده اللي بيخليه موجود هنا في المركز الرابع بالنسبه لي انا. فبس يا عزيزي المشاهد، ويلا بقى كده على المركز الثالث. ذا شيلد، الفريق اللي اتكون لك من 3 شباب لسه طالعين، رومان رينز، دين امبروز، وسيس رولينز. ال3 داخلين بديبيو اسطوري، ديبيو تاريخي من اعظم الدخلات اللي انت ممكن تشوفها، لان انت عندك 3 محدش يعرف عنهم اي حاجه اساسا، انت جاي تعرفهم دلوقتي اساسا، ما تعرفش عنهم اي حاجه. ومن اول ظهورهم في 2012 وهم خلاص سيطروا على كل حاجه، سيطروا سيطره تامه على العروض كلها، من غير حتى ما يكون عندهم تاريخ اساسا، اللي هم من غير ما يكون في تاريخ اصلا انت بتبني عليه، مفيش اي حاجه. بيهاجموا اي بني ادم ماشي معدي كده، رايباك، جون سينا، اندرتيكر، مش هاممهم اي حاجه خالص، احنا دلوقتي عالم فجره. وده طبعا خلينا احنا كمشاهدين نهتم بيهم كده كده، اصل انت فكر فيها 3 بيسيطروا على الكل وما حدش قادر عليهم، فاكيد انا مهتم اعرف مين دول. كان عندك طبعا رومان رينز اللي كان بيمثلك القوه والمنفذ بتاع الفريق، وعندك طبعا سيس رولينز اللي كان يعتبر العقل المدبر للفريق نفسه. اما دين امبروز فهو كان واحد مجنون في دماغه، واحد مجنون مش همه اي حاجه، ممكن يدخل اي عركه حتى لو عارف ان هو هيخسرها. الخلطه بقى دي هي اللي خلت لك ذا شيلد مش مجرد عصابه عاديه كده معديه، لا، هم ظاهره، مش مجرد فريق بيلعب كده في عرض الرو ولا سماك داون، هي ظاهره كده اسمها ذا شيلد. ذا شيلد كسبوا كل حاجه تقريبا، يعني تقريبا كل حاجه هم كسبوها، بطولات فرق، ولايات، قارات، بطولات العالم، كل حاجه كسبوها. لكن للاسف الفريق ما كملش سنتين وبعدها اتفكك، ودي كانت بالنسبه لي حاجه سيئه جدا عامه، لان اي حد بيحب ذا شيلد كان هيتمنى ان الفريق يطول عن كده، اللي هو انت هو الفريق رجع بعد كده كذا مره بس مش بنفس القوه اللي كان بادئ بيها. وبعد تفكك الفريق كل واحد طبعا شق طريق مع نفسه وعمل انجازاته مع نفسه، يعني رومان رينز بقى واحد من اكبر الاسامي في الدبليو دبليو ده كده كده، وكذلك سيس رولينز اللي هو لغايه دلوقتي بطل العالم، انت واصل لك. اما دين امبروز فهو ما نجحش قوي في الدبليو دبليو بصراحه، لكن استنى لان هو بقى جون موكسلي اللي حرفيا نافخ الواقع في الاي دبليو نفخه. وهنا بقى تفهم وتدرك ان الثلاثي ده ما كانش مجرد فريق عادي، هو بص سيطر على المصارعه كلها دلوقتي، يعني الثلاثي ده هو اللي هيمن على المصارعه الحديثه كلها، سواء بقى في الدبليو دبليو الاي دبليو في اي حته. جون موكسلي جامد جدا، سيس رولينز جامد جدا، رومان رينز جامد جدا، بس مش بيظهر كتير، ده عيبه بس. فتاثير ذا شيلد هنا مختلف شويه، لان تاثيره كفريق ما كانش القوي جدا او اللي ما فيش منه، يعني لان اصلا الفريق ما كملش سنتين، لكن تاثيره يبان لك ان الثلاثي اصلا اللي كان في الفريق ده سيطر على المصارعه الحديثه كلها. وانا بقول لك كلامي ده وعارف ان في ناس هتيجي تقول لي ذا شيلد ما يستحقش المركز الثالث، لكن ردي عليك واضح وصريح، ذا شيلد لولا ما كانش هيبقى فيه رومان رينز، ما كانش هيبقى فيه سيس رولينز، ما كانش هيبقى فيه جون موكسلي، كفايه بقى وكده كفايه. فتاثير ذا شيلد هنا مش هقول لك انه كان تاثير جامد جدا على المصارع نفسه او على مثلا رومان رينز ولا دين امبروز، مش هقول لك كده، هقول لك انه اثر بشكل كبير جدا على المصارعه نفسها مش على المصارعين نفسهم بس، وده اللي بيخليه موجود معانا هنا في المركز ده تحديدا. فبس ويلا بقى على المركز الثاني. Are you ready? لما نتكلم عن الفرق او العصابات اللي غيرت شكل المصارعه لازم طبعا نذكر الدي اكس هنا، الفريق اللي قلب كل موازين الدبليو دبليو يا معلم، خلاص شقلبها لك كده كلها ورماها لك في الزباله. الفريق اللي انت اصلا في بدايته تحس ان هو فريق جاي يهرج، اللي هو جاي يهزر معانا، فاهم انت، اللي هو مستحيل تاخده على محمل الجد، لكن اللي انت ما كنتش عارفه وقتها ان الفريق ده هو اصلا كده، هو معمول علشان كده، علشان يثير الجدل، علشان يعمل حاجات انت اصلا مش مصدقها ومش مصدق ان ممكن اي انسان عادي كده يعملها. فريق قدر في وقت قصير جدا يعمل تاريخ، لان زي ما احنا عارفين الفريق ده اصلا كده ايقونه عاصي الاتيتيود، مفيش فريق سيطر في الاتيتيود زي الفريق ده. الدي اكس كانوا مختلفين تماما حرفيا عن اي فريق جه في تاريخ الدبليو دبليو اي، لان هو كان اول فريق يجي من النوعيه دي، هو اول واحد، مفيش حد قدر يعمل اللي عمله، تمرد بقى وهزار وقله ادب وسخريه من كل حاجه بتحصل، كانوا بيتريقوا على الخصوم بتوعهم بطريقه بجد تقتلك من الضحك. بامانه انا بستمتع بكل فقره للدي اكس، وتخيل بقى ان انا بقول لك كده دلوقتي، ما بالك بقى بالجماهير اللي كانت عايشه الحقبه نفسها. مين يقدر ينسى اللحظه اللي غزوا فيها الدبليو سي دبليو بالدبابات؟ مين يقدر ينساها؟ وبصراحه برضه هم ما كانوش مجرد هزار وخلاص، هم كانوا بيعملوا انجازات كبيره جدا برضه، سواء الفريق الثنائي مع شون مايكلز وتريبل اتش بس، او حتى بعد ما شون مايكلز اعتزل وجم اعضاء جداد للفريق، لان الفريق وقتها توسع ووصل كده لمستوى تاني خالص يا معلم، من قله الادب بقى وتخطي الحدود وكل حاجه. الفريق وصل لحته اكستريم جدا، ووصل لحته صعبه، والاجمد ان الدي اكس اصلا طلعت لك نجوم زي تريبل اتش مثلا اللي كان اصلا تعبان مله اساسا،
اتحسن يعني وبقى جامد، وشون مايكلز برضه اللي اتطور شويه لان هو اصلا كان جامد يعني. وبعد سنين طويله جدا لما الفريق رجع من تاني مع تريبل اتش وشون مايكلز، الموضوع بص وصل برضه لمرحله جامده قوي. اي نعم مش بنفس السفاله بتاعت زمان، لكن يظل جامد لان رغم اختلاف كل العصور الدي اكس فضل زي ما هو جامد جدا ولافت نظر الجماهير، لان هو كان موجود في الاتيتيود وكان موجود في الروستس اجريشن وموجود في البي جي. ورغم كل ده الفريق كان بيتكيف عادي جدا مع اي عصر ومع اي حاجه، وبرضه هيقدر يمتعك. فباختصار الدي اكس هو واحد من اعظم الفرق والعصابات اللي جت في تاريخ المصارعه كلها، واعظم فريق جه في تاريخ الدبليو دبليو تحديدا، لان الدي اكس كان يعتبر طوق النجاه اللي بيمسكوا بيه علشان يعدوا كده وينجوا من موجه الدبليو سي دبليو. ولو عايز تعرف اكتر عن فريق الدي اكس انا كنت عامل فيديو عنه زمان، ارجع كده وشوفه وروق على نفسك. فبس كده ويلا بقى على المركز الاول. الفريق الاعظم بلا منازع من ناحيه التاثير التاريخي زي ما قلت لك، لان هم ما كانوش مجرد عصابه او فريق، هم كانوا عباره عن زلزال في عالم المصارعه. علشان في سنه 1996 سكوت هول وكيفن ناش بيسيبوا لك الدبليو دبليو اف وبيروحوا لك خلاص الدبليو سي دبليو، وبعدها بشويه صغيرين بنلاقي كمان هالك هوجن بيروح الدبليو سي دبليو. ومش بس كده، بيتحول للشخصيه الهيل وبيعمل لك فريق اسمه الان دبليو او نيو وورلد اوردر. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الهيل تيرن بتاعت هالك هوجن دي اثرت قد ايه في المصارعه، لان هو قلب كل الموازين تماما، كل حاجه اتغيرت. لان يا معلم العصابه دي سيطرت على كل حاجه تقريبا، مفيش حاجه ما عملوهاش. هتقول لي طب عادي يعني ما فيهاش حاجه، البرود لاين عملوا كده ما فيهاش حاجه. هقول لك لا، اللي يميز الان دبليو عن اي عصابه ثانيه ان تاثيرها وصل لاكبر عدد ممكن من الناس. خليني اقول لك ان الدبليو دبليو اف وقعت، ما حدش بقى مهتم بيها ولا بالمصارعين اللي جواها، الكل مهتم بهالك هوجن والان دبليو والدبليو سي دبليو. فانت وصل لك التاثير بتاعهم طالع كده ووصل لك لشركات ثانيه، وبدات فعليا تشتغل حروب بين الاثنين، الشركتين ولعوا في بعض. يكفي ان انا اقول لك ان الان دبليو خلت الدبليو سي دبليو تتفوق على الدبليو دبليو اف لمده سنتين. انت متخيل؟ سنتين الدبليو دبليو اف بتتعجن بس، وكل ده بسبب طبعا الان دبليو. التيشيرت الاسود في الابيض بتاعهم ده بقى ايقونه الكل بيشتريه، وخليني اقول لك ان لغايه وقتنا هذا من اعلى التيشيرتات اللي بتتباع دلوقتي. انت واصل لك برضه، لكن للاسف مع مرور الوقت العصابه كبرت بزياده ونفوذهم زاد جدا وبقوا بيدمروا اي مصارع بيلعب ضدهم، وده طبعا ضيع الفرص الجديده والنجوم الصغار. علشان كده طبعا النجوم الصغار كانوا بيروحوا الدبليو دبليو اف، لان الان دبليو كانوا بيكسبوا وخلاص، ما ينفعش يخسروا. وبرضه خليني اقول لك ان الفريق نفسه كان سبب في الانهيار بتاع الدبليو سي دبليو، بعدين اتحول من حاجه كويسه لحاجه وحشه جدا دمرت الشركه. لكن ده برضه ما يمنعش تاثيره التاريخي اللي ما فيش زيه، وبسبب ده انا حاطه في المركز الاول رغم ان انا اصلا مش بحبه اساسا. انا اعظم فريق بالنسبه لي هو الدي اكس مش الان دبليو، لكن رغم كده حاطط الان دبليو رقم واحد لان انا عارف تاثيره التاريخي. لان بكل بساطه لولا الفريق ده ما كانش هيبقى فيه اساسا كده عاصي الاتيتيود، يعني ما كانش هيبقى فيه اوستن ولا الدي اكس ولا الناس دي كلها، لان كل الحاجات دي جت لك كده ردا على الدبليو سي دبليو وردا طبعا على الان دبليو. فالان دبليو فعليا هو الاساس اللي غير كل حاجه في المصارعه، هو اللي حولها من رياضه عاديه جدا اللي هو اطفال بقى وجو بقى ابطال خارقين وكل ده للشوارع والحاجات اللي انت شايفها دي. هم فعلا شكلهم شوارع، شكلهم عصابه. فبكل تاكيد من ناحيه التاثير التاريخي الان دبليو يكسب بلا منازع، وده اللي يخليه رقم واحد في القائمه دي. وبس دول اعظم 10 فرق وعصابات في تاريخ المصارعه كلها. كلمتك عن فرق تاك تيمز عظيمه جدا وعصابات جامده جدا جدا، يعني شكلت لك في الفيديو وكلمتك عن كل حاجه مهمه جدا حصلت في القسم بتاع الفرق. وعارف ان في ناس ممكن تيجي تقول لي طب فين الليجاسي، فين الوايت فاميلي، فين ايدج وكريستيان، فين وفين وفين وفين. هقول لك ماشي ده رايك انت، لكن زي ما قلت لك القائمه دي مبنيه على التاثير التاريخي، الفريق ده عمل ايه وساب ايه، مش الفريق ده حلو بالنسبه لك او وحش بالنسبه لغيرك. فاتمنى تكون رساله الفيديو وصلت بكامل معناها. لو وصلت بقى اكيد لغايه هنا اكيد طبعا اشترك في القناه واعمل لايك اكيد. وبس يا عزيزي المشاهد، سلام.